طيلة حياتي أنا العبد الفقير مثل غيري كنت أكرر أن النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله تبارك وتعالى بالنبوة كما أكرمه بالشهادة. العلماء يقولون هذا في كتبهم في الشمائل والسير. لماذا؟ مات النبي شهيدا بالسم، مات شهيدا بالسم، مات مسموما، مات مسموما، نعم. والحديث في الصحيح: لا يزال السم، وفي رواية ألم السم الذي أكلت بخيبر يتعاودني، بروح بيجي الألم هذا. قال: فهذا أوان أو حين أن انقطع إيه؟ أبهري، الأورطة يعني الوتين منه. قال: أنا انقطع الشريان إيه؟ الأبهر من هذا السم. حديث صحيح ممتاز. إيش قصة السم هذا؟ تعرفونها، اليهودية التي دست له السم أيها الإخوة في ذراع الشاة المسموم في خيبر، ومات أحد أصحابه أكل معه وأساغه النبي، لاك ولم يسغه فلفظه، قال: إن هذا الذراع أو هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة، إلى آخر الحديث. هذا في الصحيح في البخاري. لماذا تتكلم أنت وغيرك؟ جميل. سيأتيني من يقول لي: مولانا، ولكن الله عز وجل كان قد أنزل قوله تبارك وتعالى: والله يعصمك من الناس. لماذا لم يعصمه من السم؟ لماذا مات نبيكم مسموما؟ إذن هذا يتناقض مع ظاهر القرآن الكريم. النبي حين نزلت الآية والله يعصمك من الناس قال لحراسه: اذهبوا لا حاجة لي بكم فقد عصاني الله. مش عصمة في البلاغ، عصمة من الناس، من الأذى، من السيف، من السم، من القتل، من الغيلة والاغتيال، عصمة واضحة. لكنه سم صحيح، لم يلفظه، لم يمت على المكان كما يقال، لكن مات بعد ذلك. انتبهوا الآن في نظري إلى الدس والحيلة في نظري الشيطانية التي لا يدري إلا الله من الذي باء بإثمها من الرواة، فإن كان ذلك كذلك فعليه من الله ما يستحق. وهذا ما سيثير الجامدين أيضا، مقدسي كل شيء في البخاري مقدس. تعرفون ما هو؟ لماذا اختار الذي وضع هذا الحديث الصحيح أيها الإخوة أن يكون النبي مات بانقطاع أبهره؟ ليش الأبهر بالذات؟ ليش الوتين؟ حتى يبرهن لنا أن نبينا كان أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، الأبعد واحد آخر كذابا، وهذا ما يستحقه. لماذا؟ يقولون: ربكم هو الذي قال على لسان محمدكم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال محمد هذا لو كذب علي أنا سأميته بقطع أبهره، بقطع الوتين، الأبهر، الأورطة. وتأتي النصوص الصحيحة تثبت لنا أن النبي مات بماذا؟ أنا أرى الدهش الآن في عيونكم، حبست أنفاسكم، تقولون: يا ويلتاه، معناها كيف ساغت هذه الأكذوبة علينا؟ طبعا ساغت 1300 سنة، نعم، إلى اليوم، ونفتخر بها. والنبي مات شهيدا، مات شهيدا، لقطعنا منه الوتين. ويقولون هو فيما صح عنه، وهذا في الصحيح، يقول: أنا مت بانقطاع الوتين. وهذه ميتة توعد الله بها أيها الإخوة. النبي لو كان والعياذ بالله كذب عليه. وسيأتيك واحد مسطول كما يقال، مهبول جاهل لا يفهم شيئا، يقول لك: حتى الله ربكم إن صدق فيما قال أو بلغ محمد عنه، قال ولو، فالقضية ممكنة في إطار الإمكان. ولا يدري هذا الجاهل الملحد أن القضية الفرضية والشرطية صادقة بغض النظر عن وقوع مفروضها أو مشروطها. هذا جاهل. قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذا فرض مستحيل أيها الإخوة، مفروضه مستحيل، مشروطه مستحيل. فالقضية معروف من مبادئ علم المنطق، القضية الشرطية والفرضية يعني المفروضة تصدق بغض النظر عن وقوع مشروطها أو مفروضها. يا حبيبي، سيأتي هذا الجاهل يقول لك يشكك الناس في دينهم، وقد بدأ بعضهم يفعل هذا. ما ظنكم وما رأيكم؟ لماذا؟ في أمة كما قلت جمدت عقولها، ليست تنقد، ليست تريد أن تنقد حتى، ولا أن تعيد النظر في أي شيء، تريد أن تسلم وأن تبصم على كل ما أدي إليها على أنه ميراث المقدس. يجب أن نميز بين المقدس وغير المقدس. المقدس يا أخواني ببساطة ما هو المقدس؟ المعصوم. المقدس هو المنزه، المنزه، المعصوم أيها الإخوة. هذه النصوص المختارة والتي تنسب إلى النبي ليست مقدسة أيها الإخوة إلا
إذا حصل يقين لدينا أن النبي قالها فهي مقدسة. أما إن ظلت ولو هناك احتمال 10% أيها الإخوة أن النبي لم يقولها، وهذا ما ينطبق على كل ما لم يتواتر من الأخبار، تبقى هناك نسبة ولو 10 أو 15% أنها لم تصح. انتبهوا، علماء الحديث يقولون هذا، لكن